هاي جايز، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مسألة جديدة اسمها payment scheme. ولكن قبل ما نبدأ حابة أقول لكم حاجة. الناس اللي ملحقتش، بما إن يعني بإذن الله المسابقة بتاعتنا هتكون يوم الجمعة الجاية دي، ففي ناس ممكن ما يكونوش لحقوا يسجلوا أو كده. فأنا عاملة لكم حاجة كويسة قوي، وألا وهي إن أنا لما هنزل المسائل وهنزل الفورم اللي أنت المفروض تحط فيه المسائل بتاعتك، إيه اللي هيحصل كالآتي. أول حاجة هتحصل إن أنت هتكتب لي اسمك، لأنه أصلا كده كده الفورم ده برضو هيكون مكتوب فيه. أما مطلوب منك اسمك وسنك والبريد الإلكتروني بتاعك. هتحط التلاتة دول وتبدأ بقى إنك تكتب المسألة بتاعتك وتحط لينك المسألة. أوكي وبس، أنا ده اللي هطلبه منك وخلاص كده. حلو حلو. ف آم، مش هستطول عليكم، فيلا بينا نبدأ إن شاء الله. المسألة بتاعتنا النهاردة اسمها payment scheme. دي برضو من سلسلة المسائل بتاعة الأولمبيكس اللي هنحلها، لأن احنا خلاص يعتبر تطورنا شوية وبدأنا إن احنا نحل في الأولمبيكس، لأن احنا خلاص يعتبر حالين المسائل اللي كنا بنحلها. أوكي طيب دلوقتي payment scheme. يعني إيه payment scheme؟ payment scheme اللي هي جاية بنقول العروض، أو اللي هو الخط، أو اللي هو مثلا جاي أقسط حاجة. يعني كده هي جاية، هي كده. أوكي طيب بيقول لي chef picked out several items in a shop and now has to pay for them. الشيف بتاعنا اشترى شوية حاجات من المحل، ودلوقتي هو محتاج ان هو يدفع عشان ياخدهم، صح؟ طيب بيقول لي الشوب عمل له اوفر، والشيف تو بيمنت سكيم، يعني عمل اوفر للشيف. عنده تو اوفرز. اوكي طيب ايه هما؟ اول اوفر قال لك انك تدفع 100 كوينز دلوقتي immediately، يعني دلوقتي، and then pay X coins every week. وبعد كده تدفع عدد من الكوينز اللي هو X، ما اعرفش هو قد ايه، يبقى ده variable كل اسبوع. فبيقول لي يعني for next 4 weeks، في الاربع اسابيع الجايين دول. تمام. اما البيمنت سكيم التانية او الاوفر التاني 100 كوين، لان هو يدفع دلوقتي 300 كوين دلوقتي، او 300 جنيه دلوقتي with no future payment required. يعني مفيش اي حاجه، مفيش اي اصلا. يعني يقصد هنا انه مفيش اصلا يعتبر اي دلوقتي اوفر او اي payment scheme اصلا. طيب فاحنا اول حاجه عندنا المفروض نعملها ان احنا عندنا variable، والفاريبل ده اسمه x. فاول حاجه هنكتبها عندنا ان ثانيه integer. احنا قلنا integer x كده، وبعد كده سين x. اوكي دي كده اول حاجه المفروض ايه نعملها. طيب بعد كده بيقول لي هو عايزني يعرف ال minimum possible number of coins Jeff needs to pay if he chooses the payment scheme approach. يعني هو عايز يعرف دلوقتي الرقم اللي المفروض الكوينز اللي الشيف ده المفروض يدفعهم لو هو على حسب اختياره للبيمنت السكيم اللي هو عايزها. فهو دلوقتي بيقول لي الانبوت بتاعي الاكس، والاوتبوت بتاعي ان انا اطلع له الرقم البوسيبل نمبر الكوينز اللي هو شيف النيد تو باي. طيب تعال نشوف كده. اول simple 1 بيقول لي 8 واطلع عليه 132. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو عنده هيدفع 8 كوينز في خلال 4 اسابيع، وهو التوتال كوست بتاعه 100. او يعني ده يعني اللي هو يعني دي السكيم اللي هو اللي اختارها، اللي هو يدفع دلوقتي 100. ف 100 بلس 4 multiply 8 equal 152. طب معلش يا ملك، الفور دي جت منين؟ الفور دي يا حبايبي جت انه انتوا، هقول لكم على سر الناس كلها يعتبر بتمشي عليه وكتير قوي منكم بيتجاهلوه. احنا لما بنشوف اي رقم مكتوب بالليترز ما بناخدوش مهم، لكن لو شفناه مكتوب بالرقم زي كده تلاقوه مهم بالنسبه لكم. فيا جماعه الحاجات دي مهمه. حتى هو عامل لك عليها زي بولد كده، يعني رقم 4. فده الفور ويكس اللي هو هيدفعهم، فعشان كده عملنا 100 بلس الفور ملتبلاي 8. يا جماعه البوينت دي ملتبلاي، تمام؟ دي ملتبلاي، دي مش ديسيمال، او ده مش 4.8، لا ده ملتبلاي. فكده احنا عندنا انتجر، فاحنا كده محتاجين نعمل انتجر. نعمل انتجر لايه؟ ممكن نعمل انتجر كده payment اهو، payment انه equal البيمنت بتاعتي تبقى equal انه ال 100 بلس كده ال 4 multiply ال x.
ونحط سيمي كولون وننزل. طيب قال لي بعد كده هو عايز يعرف لو كان هيختار ده أو ده، فلو بمعنى البرمجة أو بمعنى الكود إزاي if، فإحنا كده معناه إن إحنا بنستخدم if صح؟ أوكي، فيلا أهو أدي عندي if. هقول له if إيه بقى؟ هقول له if البيمنت بتاعتي، لو كانت البيمنت بتاعتي أصغر ال 300، إيه ده؟ 300 حلو، وكده نحط كده القوس الكيرلي وننزل. هنقول له إنه يعمل لي سي أوت لل 300، سوري سي أوت للبيمنت. أوكي أهو، سوري أهو، وإند لاين. طيب ولو كان العكس كده نكتب else أهو، ونكتب سي أوت من غير أي حاجة 300، وتعالوا بقى نشوف إيه اللي هيحصل. كده أنا يعتبر خلصت الكود. ها هنشوف بقى ايه اللي هيطلع لي. هو بالنسبة لي هو عايز أول سيمبل، وهنشوف السيمبل الأولاني هيطلع ايه. طلع لي فعلا 132. طب لما نيجي نعمل سبميت كده ونشوف نتأكد لو كان في أي غلط. الحمد لله كده احنا حلينا المسألة ده، مسألة payment scheme، ودي من أسهل المسائل اللي ممكن تعدي عليكم، سهلة جدا، محتاجة بس إن انتوا تفهموها وتفهموا الفكرة بتاعتها. وبكده نكون خلصنا مسألتنا النهاردة، وأتمنى تكونوا انتوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا واستفدتوا من المسألة دي، وأشوفكم في المسائل الجاية، وأشوفكم كمان في المسابقة، ويلا باي.